يشوهوه. إيطاليا الإمبراطورية في ذلك الوقت تحطمت فوق الأرض الليبية لحافلها. أنا أرفع من المناصب التي يتقلدها الرصاع والأبهات. أنا مقاتل المجاهد مناضل ثائر من الخيمة من البادية، والتحفت معي المدن والقرى والواحات في ثورة تاريخية جابت الإمجاد للليبيين، وسيتمتعون بها جيلا بعد جيل. ستبقى ليبيا في القمة، تقود أفريقيا وتقود أمريكا اللاتينية وتقود آسيا، بل تقود العالم. لا يمكن أن يعطل هذه المسيرة التاريخية الظافرة حفلة من شذاذ الآفاق الماجورين، من هؤلاء القطط والفيران التي تنقز من شارع إلى شارع ومن زنقة إلى زنقة في الظلام. أنا دافع ثمن بقائي هنا. أنا جدي عبد السلام بومنيار أول شهيد سقط فوق الخمس في أول معركة عام 1911. أنا لا يمكن أن أسيء إلى هذه التضحية العظيمة، لا يمكن أن أترك رفض جدي الطاهرة في المرقب. أنا سأموت معه شهيد في النهاية. هاي رفات والدي في الهاني مجاهد بطل من ابطال القرضابية وتالى، وهو جدي عمي الشيخ السعدي في مقبرة منيدر. لا أترك هذه الرفات الطاهرة، هؤلاء مجاهدون. قال بشير السعداوي الحرية شجرة لا يتفيأ ظلالها إلا من غرسها بيده وسقاها بدمه. ليبيا شجرة نحن نتفيأ ظلالها لأننا غرسناها بيدنا وسقيناها بدمنا. نخاطبكم من هذا المكان الصامد، هذا البيت في طرابلس الذي غارت عليه 170 طائرة تقوده الدول النووية الكبرى أمريكا وبريطانيا وحلف الأطلسي. 40 طائرة بوينغ تزود هذه الحملة بالوقود، تخطط كل القصور وكل المنازل وكل بيوتكم. كل بيوتكم تركتها تبحث عن منزل معمر القذافي. لماذا؟ هل لأن معمر القذافي رئيس جمهورية؟ لكان رئيس لا ما عملوا لا يعاملوه مثل ما عاملوا رؤساء الدول الأخرى، ولكن لأن معمر القذافي تاريخ مقاومة تحرر مجد ثورة. هذا اعتراف من أكبر قوة في العالم بأن معمر القذافي هو ليس رئيس وليس بالشخص العادي حتى نقتله بالسم أو نعمل ضده مظاهرة تسقطه. لما كانت القنابل هنا في هذا المكان تدك بيتي وأولادي تقتلهم، أين كنتم أنتم يا شذاذ؟ أين كنتم أنتم يا متولي الحي يلي لا تتصدقون في الظلام في حقاف درنا وفي حقاف الجبل الأخضر وفي حقاف في أي حقف أخرى؟ أين كنتم؟ أين كنتم؟ كنتم مع أمريكا تصفقون لسيادكم الأمريكان عندما كان معمر القذافي وعائلته في هذا المكان تقصفهم القنابل. 170 طائرة تخطط الملوك وتخطط الرصاة وتخطط القصور في كل الوطن العربي. وجدت لي خيمة معمر القذافي وبيت معمر القذافي. هذا مجد لا تفرط فيه ليبيا ولا يفرط فيه الشعب الليبي ولا الأمة العربية ولا الأمة الإسلامية ولا أفريقيا ولا أمريكا اللاتينية ولا كل الشعوب التي تريد الحرية والكرامة للإنسان وتقاوم الجبروت. نحن قاومنا جبروت أمريكا، جبروت بريطانيا، الدول النووية، حلف الأطلسي قاومنا جبروته، لم نستسلم وقلنا نحن صامدون هنا. الآن مجموعة قليلة من الشبان المعطاة لهم الحبوب
يغيرون